هاي، ازيكم يا حلوين؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا معايا النهارده نقضي اليوم سوا. معرفش انا بعمل كده ليه، بس فككم. قبل ما اعمل اي حاجه في اليوم قررت ان انا اغسل الهدوم اللي رحت بيها الكليه امبارح، عشان كنا بنجيب الورق التدريب الصيفي بتاعنا ده للاسف يعني. وهنا زي ما انتم شايفين التسريحة متبهدلة جدا جدا جدا. قررنا نجيب اللي بتاع الفرشة بتاعتنا والغسول بتاعنا عشان نغسل سنانا، يعني عايزة طبيعي. وهنا انا بعتذر لكم عن شكلي، ما تتخضوش من شكلي يا جماعة، هو ده شكلي وانا بصحى من النوم، ف I'm sorry. بعد كده عملت الفطار يا اخواتي، والفطار طبعا لازم يكون صحي عشان احنا صحتنا في النازل. فعملنا لكم بيض بالسمنه البلدي علشان امنا زعطانه من البيت. المهم كنت هنا بحط السمنه. وبعد ما عملت البيض قطعت الطماطمتين دول مع الفلفلايه علشان تكون حاجة صحية كده. على فكرة يا جماعة الفلفل ده لو اتاكل وهو ني بيكون صحي جدا، من غير زيوت، من غير ما تقلوه في الزيت، بجد صحي. فعودوا نفسكم ان انتوا تاكلوا فلفل على طول ني. هو هتلاقوا طعمه مر شوية بس مش مشكلة، طعم الدواء مر بس بيشفي ويخلص. وده كان شكل الفلفل والطماطم. وهنا وانا بفطر كنت عايزة اسمع مسلسل، النت علشان بطيء. شركة وي طبعا لازم تخش السجن عشان شركة حرامية. طبعا علشان النت بطيء ومش عايز يشتغل قفلت التابلت تاني ونفسي تسدد، بس مش مشكلة. فطرت وعادي جدا والدنيا لطيفة معايا خالص، مفيش حاجة هتنكد علينا اليوم خالص. اليوم ماشي كويس جدا والحمد لله. وفي الغدا يا حلوين ست الكل قررت تعملي بيتزا علشان انا بحبها موت 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 موت. فايه رأيكم؟ فالكمية دي بتاعتي انا حرفيا. عايزة ادوقها لكم والله، بس مش هعرف ادوقها لكم، وبتهيأ لكم ان هي محروقة، بس لا يا جماعة هي طعمها تحفة 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 تحفة. انتوا لو اشتريتوها من بره هتعدلها 300 جنيه. انا معرفش، بس انا ما بشتريش حاجة من بره عشان طبعا الجرثومة علمتني الادب. فكان طعمها تحفة جدا. فبصوا يا حلوين شكلها بعد ما طلعتها، حرفيا العجينة ولا اروع، خفيفة وفي نفس الوقت طعمها حلو. والجبنة الموتزاريلا انتوا بتهيأ لكم ان هي عاملة عك في الموضوع، بس الجبنة الموتزاريلا طلعت تحفة عليها وطعمها كان جامد. احنا عاملينها باللانشون، حطينا لانشون على الوش كده مع الطماطم مع الفلفل مع باقي المكونات اللي هما بيحطوا عليها البيتزا. فبجد حرفيا طعمها ولا اروع، والعجينة كانت تحفة. بس من الاطراف يعني من الحتة دي بتهيألكم ان هي محروقة، بس هي مش محروقة، دي الصلصة بتاعتها هي اللي كانت كتير بس. فبصوا بيتزا ستيف حرفيا طعمها تحفة والله. ودي كانت الكمية اللي انا هاكلها يا حلوين. لايك. وطبعا علشان ماما اتكلفت تكلفة جامدة في طلبات البيتزا مش هترضى تجيب لي بيبسي، فقررت ان انا اجيب لي البيبسيهية الصغنطوطة الكيوتة دي اللي ب5 جنيه علشان اشربها مع البيتزا، عشان طبعا انا مش هاكل البيتزا من غير بيبسي، دي حاجة مستحيلة طبعا. وهنا بعد ما فعلنا خاصية اقفل الراوتر وافتحه تاني النت قرر يشتغل، وقررت اسمع المسلسل بتاع تتح علشان حاجة تفرحنا او حاجة تضحكنا، علشان احنا بنعدي في فترة اكتئاب وفترة صيف وفترة عرق،
فالواحد اصلا مش طايق نفسه حرفيا وعايز حاجه تخرجه من المود الزفت ده. فطبعا قررت اسمع المسلسل اللذيذ قوي ده واعيش الجو الرائع ده. فاتفضلوا يا جماعه. بعد كده يا حلوين قررت ان انا اعمل السكين كير، اخر حاجة طبعا هنعملها وبعد كده هنتخمد. فقررت اشرب الاول شوية مية كده علشان الجو طبعا فظيع فظيع فظيع، يعني تحس ان احنا داخلين نار جهنم خالدين فيها، معرفش في ايه. المهم اول حاجة بدأت احط المرطب اللي احنا متعودين عليه وعلى طول بحطه على بشرتي، ما بستغناش عنه حرفيا. فهنحط اول حاجة المرطب. I want to be forever, forever young. Forever, forever young. Forever young. I want to be forever young. Do you really want to love forever? Forever. يا ابني. 안녕 여러분. 감사했어요. 네. 감사합니다. 네. وبعد كده بدأت احط زيت جونسون، انا بستعمله على طول كتونر لبشرتي علشان هو مفيد جدا للبشرة وبيخلي بشرتك زي بشرة الاطفال. ممكن تستعمليه لشعرك، ممكن تستعمليه لحواجبك، تستعمليه لبشرتك على حسب الاستعمال اللي انت بتستعمليه بيه. فزيت جونسون ده اساسي ولازم يكون معاكي. وهنا بعد ما لطمت في وشي زي ما الكوريين بيعملوا كنت متسلطنة جدا بالموسيقى اللي شغالة وكنت بكلم اختي ففككم الموضوع. المهم بعد كده استعملت الجواشة، على طول بستعملها قبل النوم بعد النوم 24 ساعة بستعمل الجواشة علشان بشرتي تفضل صغيرة وتفضل نضرة وصحية ومكبرش بسرعة. ومش عايزة اعجز يا جماعة، انا لسه صغيرة على الحب، لسه صغيرة. كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا يا حلوين. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك سبسكرايب عشان توصلكم كل فيديوهاتي الجديدة، واشوفكم في فيديو جديد.